أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا وتتابعنا في عناوينها. هل تلعب مدريد دور الوساطة في ملف الصحراء؟ ماذا يقصد الملك بالتصدي لمحاولات الترامي غير المشروع على الموروث الثقافي والحضاري للدول الأخرى؟ المغرب يكثف مباحثاته مع الصين للحصول على صواريخ متطورة. التخلي عن اكتشاف النفط بسواحل أكادير والسبب. ونبدأ نشرتنا هل تلعب مدريد دور الوساطة في ملف الصحراء؟ تترقب الأطراف الإقليمية بمنطقة بحر المتوسط والمغرب الكبير الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، والذي تم تحديد موعده من قبل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس ونظيره المغربي ناصر بوريطة في الأسبوع الأخير من شهر يناير أو الأسبوع الأول من فبراير المقبل. ويأتي هذا الاجتماع المرتقب بعد عودة الدفء في العلاقات بين البلدين، كما أن العديد من الملفات الاقتصادية والأمنية وكذا السياسية يترقب البلدان الحسم فيها، لعل أبرزها ملف ترسيم الحدود البحرية التي تجري تفاصيله بيد لجنة مشتركة بين البلدين. ويشكل الاجتماع المرتقب محطة حاسمة من أجل ترسيخ الشراكة الجديدة بين البلدين، والتي أعلن عنها وزير الخارجية الإسباني ألباريس، الذي أكد أن إسبانيا تبدو مرتاحة للفصل الجديد مع المغرب والذي تطبعه الثقة والتعاون الثنائي. في هذا الصدد قال المحلل السياسي والمهتم بالشأن المغاربي محمد سالم عبد الفتاح إن الاجتماع الرفيع المستوى المرتقب سيكون فرصة لتفعيل خارطة الطريق التي جرى التوقيع عليها بين الجانبين، والتي تشمل كافة مجالات التعاون الأمنية والاقتصادية والثقافية وحتى السياسية. وأضاف عبد الفتاح في حديثه الأيام 24 أن الضغوط الهائلة الابتزاز الذي تعرضت له مدريد عقب عودة علاقاتها مع الرباط من طرف خصوم المغرب وأعداء وحدته الترابية لم تكبح الرغبة الإسبانية في تعزيز علاقاته مع المغرب الذي يعتبر شريكا موثوقا، وكذا باعتباره البوابة الآمنة للعبور نحو القارة الإفريقية نظرا لموقعه الاستراتيجي المتميز وأدواره الهامة في جواره الإقليمي حسب تعبيره. وأورد المحلل السياسي والمهتم بالشأن المغاربي أن المغرب يطلع بأدوار هامة على المستوى الأمني، إذ ينخرط بشكل جدي في مكافحة ظواهر الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة السرية، كما يتمتع بمناخ من الأمن والاستقرار يؤهله ليكون منصة استثمارية واعدة بحكم شراكاته الاستراتيجية التي أسس لها مع مختلف القوى الإقليمية الوازنة في عمقه الإفريقي، وهو ما يجعل المستثمرين الإسبان يضعون ثقتهم في بلد استراتيجي كالمغرب. وفي موضوع آخر، ماذا يقصد الملك بالتصدي لمحاولات الترامي غير المشروع على الموروث الثقافي والحضاري للدول الأخرى؟ أعلن الملك محمد السادس عن إحداث مركز وطني للتراث الثقافي غير المادي، مهمته تثمين المكتسبات المحققة في هذا المجال، وذلك خلال رسالة قرأها الأمين العام للحكومة محمد حجوي على مسامع المشاركين في أشغال الدورة 17 للجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو. وأوضحت الرسالة الملكية أن هذا المركز سيقوم بمواصلة عمليات الجرد المنهجي للتراث الوطني في مختلف مناطق المملكة، وإنجاز قاعدة بيانات وطنية خاصة بذلك، وتنظيم تكوينات علمية وأكاديمية لتقوية قدرات الممارسين لتنفيذ تدابير الصون وتربية الناشئة والتعريف بأهمية التراث الثقافي، بالإضافة إلى تتبع نجاعة الآليات المعتمدة للحفاظ على العناصر المغربية المدرجة على قوائم التراث العالمي، وكذا إعداد ملفات الترشيحات الخاصة ببلدنا. فمنذ دخول اتفاقية التراث العالمي غير المادي حيز التنفيذ، يؤكد الملك، أصبح هذا الهدف يشكل تحديا هاما في مجال العلاقات الدولية، يستوجب التصدي لمحاولات الترامي غير المشروع على الموروث الثقافي والحضاري للدول الأخرى.
الإعلان عن أحداث هذا المركز جعل الإعلام الجزائري يخرج من قوقعته، ويعتبر الأمر استهدافا لهم، خصوصا وأنه في كثير من الأحيان تطفو على السطح نقاشات حول أصل عدد من الموروثات الثقافية المغربية، والتي ينسبها إعلامهم إلى الجزائر، مثل القفطان والكسكس وغيرها من التراث، آخرها الزليج المغربي الذي اعتبروه جزائري 100% بعدما قامت شركة أديداس بتصميم قميص المنتخب الجزائري من فسيفساء الزليج المغربي، قبل أن تخرج في بيان لتوضح أن الأمر تمت تسويته مع وزارة الثقافة المغربية بعد احتجاج الأخيرة. وفي هذا الصدد قال المحلل السياسي محمد شقير إن الإعلان الملكي عن أحداث المركز الوطني للتراث غير المادي لا يمكن اعتباره رد فعل على واقعة معينة، كما أن المسألة ليست وليدة اللحظة، وإنما هو منظور ملكي استراتيجي بحسب تعبيره. وفي موضوع آخر، المغرب يكثف مباحثاته مع الصين للحصول على صواريخ متطورة يسعى المغرب تعزيز ترسانته العسكرية وتنويع مورديه من الأسلحة، حيث تجري القوات المسلحة الملكية محادثات مع الصين للحصول على نظام جديد، حسب تقرير موقع تاكتيكال ريبورت المتخصص في الشؤون العسكرية، مبرزة أن المملكة تتباحث مع شركة الصين لعلوم وصناعة الطيران، وهي شركة تابعة للحكومة الصينية، للحصول على صواريخ CM-102 ذات رؤوس متفجرة يمكن أن تقطع عدة كيلومترات قبل أن تصل إلى هدفها. من جانبها أكدت مجلة DSA العسكرية حصول المغرب على عدد غير محدد من المسيرات وينغلونغ 2 الصينية المنشأ بدل نظيرتها وينغلونغ 1. وتعتبر المملكة بالفعل عميلا للصناعة العسكرية الصينية، ففي نوفمبر 2021 تلقت القوات المسلحة الملكية الدفعة الأولى من نظام الدفاع الجوي الصيني FD-2000B الذي تم طلبه في عام 2017. ويستطيع هذا النظام الصاروخي من ضرب أهداف على مسافة 250 كيلومتر، إذ تم تركيبها في قاعدة سيدي يحيى الغرب العسكرية الواقعة على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال الرباط على مساحة 42,000 ميم 2. كما طلب المغرب أنظمة الدفاع الجوي الصينية متوسطة المدى سكاي دراغون 50 التي تم الحصول عليها أيضا في عام 2017. ونقل موقع الدفاع العربي أن الرباط تكثف علاقتها مع الصين للحصول على عدد غير معروف من الطائرات بدون طيار المسلحة من طراز وينغلونغ 2 لتحل في المستقبل محل الأسطول الحالي من وينغلونغ 1 التي يمتلكها سلاحه الجوي، والتي تم استنفاذها بعد سنوات من الخدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي شاركت في الحرب في اليمن وليبيا. ويأتي تنويع المغرب لشركائه العسكريين بعد وصول الأغلبية الديمقراطية في مجلسي البرلمان في الولايات المتحدة الأمريكية في يناير 2021، والتي تضع عراقيل كبيرة لتوريد الأسلحة الأمريكية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووضعت الصين نفسها منذ ذلك الحين إلى جانب تركيا وإسرائيل كمورد الأسلحة الرئيسين للمغرب خلال السنتين الأخيرتين، بيد أن المغرب قد يتوجه مجددا نحو السوق الأمريكية بعد انتهاء الانتخابات التشريعية النصفية في الولايات المتحدة، والتي عرفت تفوقا طفيفا للجمهوريين على حساب الديمقراطيين. وفي موضوع آخر، التخلي عن اكتشاف النفط بسواحل أكادير، والسبب تخلت شركة يوروبا أويل أند غاز البريطانية عن اكتشاف النفط في سواحل أكادير بعد فشلها في العثور على شريك لاستكمال عمليات الحفر. وأوضحت الشركة أنها قررت عدم تمديد ترخيص إنزيكان الذي حصلت عليه في 21 من أكتوبر 2020 بعد انتهاء تمديد المدة الأولية، بحسب ما جاء في بيان صحفي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وتعد يوروبا هي المشغلة للترخيص بنسبة 75%، مع احتفاظ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بنسبة 25% المتبقية. ويقع ترخيص إنزيكان على مساحة 11,228 كيلومترا مربعا في حوض أكادير، وعلى عمق يتراوح بين 600 و 2000 متر.
وشددت الشركة البريطانية على حجم اكتشافات النفط في المغرب، إذ ذكرت أن هناك نحو 30 موقعاً محتملاً في ترخيص إنزيكانا، باحتياطيات قد تصل إلى 10 مليارات برميل من الموارد غير المخاطرة. واختارت الشركة موقعين باحتياطيات تزيد على مليار برميل من النفط المكافئ، وهما فالكون الذي قد يحتوي على 827 مليون برميل، وترتلي الذي يتوقع احتواؤه على 204 ملايين برميل.